مساء الخير، والنهارده هنتكلم على هدير عبد الرازق. برافو. بصراحه انا شاب زي كل الشباب، كنت قاعد كده على الفيسبوك لقيت ان في حوار بيحصل. هدير، واللي ما شافش فيلم هدير فايته كتير، وفي افشخانات. انا بصراحه مش متعمق في الموضوع ده قوي، بصراحه مش بقول له كده ان انا مثلا ببين لكم ان انا راجل جامد ومؤدب، لا خالص والله العظيم ابدا. انا ما اعرفش ايه موضوع هدير ده خالص، فبدات اتفحص واتمحص واسال الناس، قول ايه موضوع هدير ده، ايه فيلم هدير اللي هابل الناس ده. فلقيت واحد صاحبي بيقول لي ايه، انا معايا فيلم هدير. قلت له ايه بقى؟ قال لي ده فيلم لا مؤاخذه سيكو سيكو. قلت له بجد؟ طب والنبي وريني. قال لي طب بالراحه كده وعلى جنب وتعالى هوريك. المهم وراني حته فيلم ملوش حل. بت ايه زي العسل. قلت له ليهم حق الناس تتهبل. البت ايه عالميه. فواحد صاحبنا تاني يوم قاعد معانا، بقول له انت ياد شفت الفيلم بتاع هدير عبد الرازق؟ قام قال لي شفته. قلت له بس البت ايه، بيضه وقشطه وعسل. قام صاحبي ده عامل كده، بيضه وقشطه وعسل؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ انت شفتها كده؟ قلت له لا يا باشا، ده البت ايه ملهاش حل، والتاتو بقى ايه هنا، ومش عايز اقول لك بقى البت سكسي سكسي، ولا الواد في البسين ايه. فلقيتهم عامل كده، بسين؟ بسين ايه يابا؟ اقسم بالله انا عارف ان انت اتفرجت على فيلم تاني وجاي تهق عليا. قلت له انا جاي اهق عليك ايه يا عم؟ الواد ده اللي وراني الفيلم بتاع هدير عبد الرازق. قام قال لي طب وريني كده الفيلم. قعد يبص كده، قعد يضحك يقول دي بنت جامده قوي ملهاش حل، بس دي مش هدير عبد الرازق. قلت له نعم. قال لي والله العظيم هدير عبد الرازق. خد بقى الفيلم بتاع هدير عبد الرازق اهو. فبصيت لقيت فعلا ده فيلم غير اللي الواد صاحبي اداهوني. قمت اتصل له كده وزغير له، قلت له يعني انت بتفرجني على 6 وكمان غلط؟ قام قال لي يا عم بقى كله بيهز، ما تتفرج وخلاص. مش عجبتك؟ قلت له بصراحه. قلت له ما تهتم يالا، حرام عليك. عجبتني ايه؟ دي هبلتني. قصدي يعني الموضوع يعني كان حلو او وحش، مش فاهم بصراحه. بس الموضوع ان في افلام لا مؤاخذه سيكو سيكو متسربه لبنات مصريه. قالوا لي بنت اسمها بوسي رقاصه، وبنت اسمها هدير عبد الرازق. بس طبعا مش هو ده اللي انا جاي اعمل لكم عليه الفيديو. انا مش راجل تافه يعني ان انا بصور لكم على قناتي على اليوتيوب ان انا بتفرج لا مؤاخذه على افلام سيكو سيكو. انا بتفرج، بس مش هقول قصدي يعني عيب ان انا اتفرج، فاهمين؟ لكن مربط الفرس بقى في الحوار ان من يومين قناه النهار قال ايه يا اخويا، جايبه هدير عبد الرازق. ومين بقى اللي مستضيفها؟ بيقولوا الاعلاميه الجميله ياسمين الخطيب. مالكيش فيلم انت كمان؟ قصدي يعني ربنا يهديكي، ربنا يهديكي وانت لقطة قشطه انت كمان. طيب انا راجل اعلامي بقالي 25 سنه بدرس اعلام، واخدت ما يقل عن من 15 ل 20 ورشه فنيه. بعد ما خلصت الكليه اخش ورشه تمثيل، لا ورشه تمثيل تانية، لا ورشه تمثيل تالتة، لا ورشه اخراج، لا ورشه ديكور، لا ورشه نقد فني، لا ورشه موسيقى تصويريه. قاعد بشتغل على نفسي من الابره للصاروخ عشان خاطر ابقى شاطر وابقى جامد وابقى واد ايه بقى فريكيك ومفيش مني. اجي ابص الاقي واحده لا مؤاخذه عملت فيلم سيكو سيكو، يصرفوها في القنوات على انها نجمه مشهوره، وانا اللي اتعدي ده كله ما حدش يعرفني. قال لي شاطر من قطيع اصحابي. والبت سماح اللي ماشي معاها بقالي 8 سنين ووعدها بالجواز، وكل ما تزعل مني وتتضايق مني وتقول لي مش هتيجي تتقدم لي يا محمد، اقول لها بقول لك ايه، اصبري بس العمليه تظبط معايا بس وانت فاهمه، بصي على طول هاجي واخلص الدنيا، بس هات لي بوسه وحضن. بوسه وحضن دي بالنسبه لنا عامله زي قفا وشلوت. فاكرين زمان قفا وشلوت لما كان يبقى في واحد بيلعب معانا وزهق من اللعب وعايز يمشي، فنقول له قفا وشلوت عشان يمشي ونديله قفا وشلوت. فانا بصراحه بتعامل مع سماح نفس المعامله، كل ما تجد مني كده اقول لها بقول لك ايه، بوسه وحضن كده وعدي الليل. فالحمد لله بتعدي. فانا عايز افهم حاجه، انتوا عايزين تعملوا فينا ايه؟ يعني دي تظهر ليه على القناه الفضائيه؟ تظهر ليه كانها نجمه؟ قناه النهار جايه تشتغلنا وتقول ايه، ان هي ما كانتش تعرف ان الحلقه دي هتذاع. اولا كدابين. انا اشتغلت في قنوات فضائيه اقل من النهار، وعارف يعني ايه استوديو يفضى وفنيين يجوا ومذيعه تيجي، حد نتفق معاه انه يظهر معانا ضيف في البرنامج ويبقى فيه باكج معين بياخده. دي اخدت فلوس ليه؟ طلعت في البرنامج ليه؟ يا جدعان انا شفت انسرتايه كده من البرنامج، ياسمين الخطيب بتقول لها ايه اللي حصل لك بعد ما الفيلم نزل؟ بتقول لها كده بكل ثقه اقسم بالله والله الفيلم نزل من هنا وانا اتقدم لي كميه عرسان انا مش عايز اقول لك، وايه وطبقات عاليه قوي، لدرجه ان انا ما كنتش مستوعبه الناس المستويات العاليه دي قوي.
جاي تتقدم لي ليه؟ اقول لك جاي تتقدم لك ليه؟ عشان عينه الشاسيه. خلاص، عينه الشاسيه يا بت. فبصراحه انتوا كاعلاميين جايين تدمرونا وعايزين تجننونا. ما هو الفيديو ده مش فيديو لواحد طبيعي. واحد طبيعي يعني هيطلع يقول الكلام دوت؟ لا طبعا، انتوا جننتونا. اما يكون بقالي 25 سنه بدرس اعلام بس. تعالوا والله العظيم انا بعت الكتب بتاعتي من الزعل الكيلو ب5 جنيه. كان عندي كتب ومراجع مش موجوده عند حد، بعتهم من الزعل. ليه؟ عشان انتوا عايزين تقتلونا نفسيا. بس انا النهارده بعمل الفيديو دوت عشان اقول لكم ان لو حصل اللي في دماغي اقسم بالله لههنكم. اصل انا سمعت كده او وصلني خبر ان ممكن هدير عبد الرازق تمثل قريب، وان ممكن مخرج زي الاستاذ خالد يوسف يكتشفها. اقسم بالله العظيم ده لو حصل كل المسؤولين عن الفن من اكبرهم لاصغرهم لقلع لهم ملط. طبعا هم زعلانين مني، انا بشتمهم وبهينهم وببهدلهم وهم عارفين الكلام ده. لا، المره دي انا ههنكم علنا على اليوتيوب والفيسبوك والانستجرام، واقول لكم على حاجه، على اي حاجه فيها تواصل ههنكم بجد، هقل منكم بجد. دي تمثل او تظهر في الاعلام عشان ظهر لها فيلم سيكو سيكو. عموما يا شباب خلي بالكم من حاجه، هم عايزين يموتوكم، عايزين يطلعوا الفنان تافه. هم مش عايزين فنان مثقف او فنان دارس، لا 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 لا. حتى كل اللي شغالين في الفن اقسم بالله بطيخ بلح، مش فاهمين اي حاجه في اي حاجه. انا بقعد اتكلم مع ناس من الجيل اللي طالع جديد دوت، مخرجين بقى ومؤلفين وحاجه زي كده وليهم شغل في السوق. اقسم بالله العظيم البهايم بتفهم احسن منهم، مش فاهمين اي حاجه في اي حاجه. كل الفن بالنسبه لهم نحتايه، هم بينحتوا وخلاص. فانت كشاب بتذاكر وبتجتهد وبتشتغل على نفسك، خليك والله العظيم ربنا هيكرمك وهيشاور عليك. بس لو حصل لك نفس اللي بيحصل لنا ده، انك تتهان كده وتلاقي ان عيله طالعه على مؤاخذه متسرب لها فيلم وهتبقى مشهوره، لا ما تسكتش ما تسكتش. وقناه النهار اعتذرت، بس ده اعتذار بلح، انا عارف ان هو بلح. وكنت عرفت ان بيقولوا ان هم مدين لهدير عبد الرازق دي 100000 جنيه. والله 100000 جنيه، 10000 جنيه، 200000 جنيه، 50000 جنيه. افهم ليه؟ افهم ليه؟ زمان كنا بنتريق على الهام سعيد لما بيجيب حد وتقول له انت مش ندمان والمتهم ده يعيط، ونقعد نقول ايه يا ترى هو بريء ولا ظالم ولا مظلوم ولا ايه. بس كان في جدل. بس دي ما فيهاش جدل. واحده اتسرب لها افلام سيكو سيكو نطلعها ان هي نجمه؟ ده انتوا لكوا زرقاء. بعد ما يخلص بقى التحقيق ونشوف الاستاذه ياسمين الخطيب دي تظهر تاني، هنمسكها نسلخها. انت يا نجم اشترك في القناه، فعل الجرس، تابع اخوك واتفرج عليا في اللي جاي. انا قاعد لهم، انا صايع، انا مستني لهم على الواحده. انا خلاص، انا دماغي هوبا وقاعد لهم. سلام عليكم.